تطلعي فاونديشن حلو او بيس حلو للبشره اللي تستخدميه عشان ما تلاقيش قشور في البشره او ان بشرتك قشرت او المكان ده قشر. اول حاجه لازم تكوني غاسله بشرتك كويس جدا بالغسول المناسب لبشرتك، وبعد كده بتستخدمي التونر اللي هو الروتين اليومي بتاعك عادي. تستخدمي تونر عشان تقفلي المسامات، تستخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك، ايا كان نوع بشرتك بتستخدمي المرطب المناسب لبشرتك، وبتستخدمي البرايمر برضو المناسب لنوع بشرتك، وبعد كده بتستخدمي الفاونديشن. كده الفاونديشن يقشر معاكي. تاني حاجة ما تستخدميش كومباكت باودر كتير، لان الكومباكت باودر بتكون تقيلة والفاونديشن تقيل فلازم تكتل. لا، استخدمي بس في الاماكن اللي انت هتستخدمي مط هتستخدمي كمية قليلة جدا من الكومباكت باودر عشان ما تكتلش على البشرة، تمام، وما يخليش الفاونديشن يقشر. ده لو الفاونديشن مط. وزعتي الفاونديشن ببرش، هتجيبي بيوتي بلندر تكون مندية او رش عليها مثبت ميك اب عشان ما تسحبش كل الفاونديشن اللي انت حطيتيه، وتمشي كده بطريقه الطبطبه على الوش ان هي تسحب الزيادات بتاعه الفاونديشن. خلاص البشره احتاجت فاونديشن مثلا بنسبه معينه، هي بقى بتاخد الزيادات بتاعه الفاونديشن اللي على البشره، ما تكتلش من الفاونديشن. بعد كده الكومباكت باودر اللي انت استخدمتيها ايا كان، او اللوز باودر ايا كان للتنوير او للتنظيف، بتجيبي برش فلافي تكون كبيره وتمشي بحركات دائريه كده على البشره ان انت تشيلي الزيادات بتاعه الكومباكت باودر او اللوز باودر، برضو عشان تلش مع الفاونديشن فيحصل في البشره ان هي تقشر او الفاونديشن ما يكونش ثابت.